السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب تعود عليكم الأيام بخير وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. هنعمل بقى تنظيفات العيد. شايفين داخلين بقوتنا كده. معايا هنا فرشة ناعمة كده بنضف بيها الأنتريه، هنفضه كويس قوي. أنا نفضت السجاد وعينته قبل ما نفض الأنتريه. دي اهم حاجه. نعمل خطوه خطوه كده، يعني ما ننفضش الانتريه ونغسله وبعدين ننفض السجاده هيعمل عليه تراب. شايفين بقى هنا معايا الخلطه الجميله دي، حطيت غطايه كبيره اوكسي وغطايه كبيره خل من بتاع الاوكسي دي، يعني كتر الخل شويه عشان ما لوش ريحه خالص. الاوكسي عامل ريحه عليه بس بيعقم وبيشيل اي حاجه في الانتريه. هنا بقى الاسبونشة النظيفة دي، وبغسل كويس قوي بالاسبونشة. وبنضف طبعا الزراير دي بتلم تراب كده وبيبقى واقف عليها تراب، واي حاجة بقى في الايد، اي حد مسك الايد كده وهي ايده وسخة ولا حاجة بنطلع كل ده. عايزة اقول لكم الخلطة دي منورة الانتريه ومخلياه تحفة بصراحة. ويعني الغسلة دي بتخلي الانتريه حلو وريحته جميلة جدا. ريحة الاوكسي بتقعد في القماش كده بتخلي ريحته جميلة. عايزة اقول لكم يوم تعب كده بس مش مشكلة، نعمل حاجة حاجة براحتنا كده وما نكركبش الدنيا. نعمل حاجة حاجة وما بنتعب يعني خلاص نرتاح. دي فوطة بقى نضيفة بلتها مية، وبرضو بنشف اي حاجة، اي رغوة من الاوكسي. لازم الخطوة دي عشان نشيل الرغوة وننور الانتريه كده يبقى حلو معايا. خلاص كده خلصت الانتريه خالص. هروح بقى نغسل السجاد، عشان نشيله من الطرقة وبعدين نكنس ونمسح. دي سجادة كده انا فرشاها قدام باب الشقة. هنعمل مكانها دلوقتي، هنكنس مكانها واوريكم مكانها. حطيت هنا بقى 4 كده غطيات اوكسي، وده منظف ارضيات بيعمل رغوة جامدة كده، ما بستعملوش كتير. حطيت منه شوية ومكتوب عليه معقم جامد يعني حلو يعني، فحبيت استعمله مع الاوكسي. ونص ازازة كورولوكس كده كانت عندي، حطيتها برضو. اهم اي حاجة بقى عندكم ممكن تجيبوا بقى شامبو سجاد، اي خلطة انتوا حابينها وتستعملوها. شايفين بقى هنا الرغوة هتبقى ايه. نرغي بقى كده ويبقى يوم جميل كده في الغسيل وريحة النظافة بتطلع. يعني غسيل السجاد في البيت انا بحب اوي غسيل السجاد في البيت، هو يوم تعب بس بيبقى حلو وانا بنضفه كويس. واهم حاجة شطيف السجاد. بحس ان بتاع المغسلة بيبقى يعني مشبر كده، مش ملوش زهوة زي ما انا بعمله. وبعدين يا جماعة انا بتلوش قوي على السجاد، انا ما بسيبوش يتوسخ قوي، انا على طول بغسله. يعني بيدي ريحة حلوة للشقة وبينضف معايا، ما بيتوسخش ومبيبقاش وسخ قوي ان انت يبقى صعب التنظيف. بلم بقى اي مية وسخة كده نازلة من السجادة وبفرش التانية وبعملها. انا هنا هشطف في البانيو، يعني هشيلها من الارض هحطها في البانيو، وبعدين هشطف تاني بالخرطوم الصغير اللي انا حطاه في الحنفية ده. ب... يعني بشطف السجادة في الاول كده، بحط عليها مية كده، وبعدين احط الخلطة بالشفشق بتاعي. وزي ما انتوا شايفين بقى بالفرشة بتاعتي الجميلة دي، الفرشة دي ناعمة مش خشنة قوي وبتنضف قوي السجاد، جميلة قوي بتريحني. قبل ما احط السجادة بقى لقيت السجادة دي منزلة، عشان قلت لكم هي بتبقى على بوز الشقة كده، فصفيت المية خالص وحطيت مية نظيفة. المية زي ما انتوا شايفين بقت نظيفة ازاي. حطيت بقى السجادة التانية وهلم بقى المية وهنعمل بقى انا خرجت بره قبل ما المية تملى البانيو، وبعدين هاجي بقى اغسل الحفظة. لميت بقى الكراتين اللي انا قلت لكم عليها، بحطها كده اي كراتين عندي بتبقى يعني لو بجيب حاجة بحطها كده بتحافظ على الانتري. وبلم بقى اي حاجة على الارض بنفضها كويس. انا غاسله الحاجات دي كلها قبل رمضان نضيفة معايا، مش هغسلها تاني. هحط بقى الكراتين دي وارجع كل حاجة مكانها، وهنكنس بقى بالمكنسة. انا بحبش اكنس بالمقشة خالص، هتطلع التراب تاني على الكنب. المكنسة بتلم اي حاجة في الارض، ما بتخليش اي حاجة، بس اي حاجة بشيلها لو منديل او حتة كرتونة او اي حاجة عشان ما تبوظش المكنسة. وبرضه هتخر الكنب كده وهنعمل تحته
بالمكنسة، ونشيل اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. بتخليش المكنسة ما بتخليش اي تراب ولا اي حاجة في الارض. هنا بقى هحط الاوكسي بالخل كده اللي فاض معايا من الكنب، هحط عليه، هزوده وهعمل خلطة تانية. وهحط يعني عشان ما اكبش مية كتير، بحط شوية في الارض بالمقشة، وبدعك بقى الوزرة وبدعك الارضية، ودي مية بس ما فيهاش اي حاجة. والشرشوبة بتاعتي نظيفة، انا على طول بعقمها بمية بكرول وبنقعها. خلاص زي ما انتوا شايفين كده نضفت كل اللي تحت الكنب ومسحت، وبحط مية وبالمقشة وبدعك. دي اهم خطوة، وبتشيل اي حاجة من الوزرة. وشايفين نظافة الارضية والشرشوبة بتلم كل حاجة. انا بحب دي طريقتي في المسح. يعني لو انتوا بتمسحوا بمية كتير، الطريقة دي جميلة وما بتتعبش. بتحبي يعني عشان تشيلي المية وكده بتبقى صعبة قوي ان انت بتمسحي بالمساحة او بتشيلي بفوطة. لا، انا بحط مية قليل جدا وبدعك بالمقشة وبعدين امسح بالشرشوبة. بتنضف قوي الطريقة دي. وبرضو المية فيها خل بتعقم الارضية وبتخليها جميلة. هخلص بقى يعني قدام الكنب كده، وهمسح كل حاجة بقى، امسح الترابيزة وهمسح كوردير المية. وهنخش بقى قدام. لا، هنخش الحمام نشطه في الاول وهسيبهم يتصفوا، وهاجي اعمل قدام الشقه. قدام باب الشقه فيه طرقه صغيره كده، هنمسح بقى تحت الجزامات وهنمسح قدام الشقه. وبقى كده خلصت المسح كله. دي الحافظه اللي انا قلت لكم انا حطيتها مكان السجاده الكبيره. انا غاسله السجاده الكبيره قبل رمضان، وحطيتها بقى، عملنا عليها البسكويت وعملنا عليها الكحك وكل حاجه، وهرس طول رمضان. وبعد كده بقى هنفرش السجادة مع بعض ان شاء الله. هبقى اصور لكم برضو واحنا بنفرش للعيد. خلاص كده هنشطف بقى السجادة. هنا كانت المية البانيو اتملى كده على السجاد، شطفتهم برضو في البانيو، وهشطف تاني بالخرطوم. زي ما قلت لكم اهم حاجة يعني شطيف السجاد بيخليه بيلمع ونضيف جدا، وبينضفه ويشيل اي حاجة عليه. لو وبايدي بقى، وبشيل اي فتلة اي شعرة او اي حاجة ماسكة في السجادة بشيلها. دي طريقة جميلة جدا، يا رب تعجبكم وتجربوها. وهشطف برضو اللي في البانيو، وهشيل مية دي خالص لانها اتوسخت، وهنحط مية نظيفة للحافظة. شايفين السجاد بقى بيلمع ازاي، وشطيفه بقى جميل، مفيش رغوة مفيش اي حاجة، ومطلعة اي مية وسخة فيها. هي المية مش وسخة قوي يا جماعة، بس هي باينة كده. انا كنت مغيرها قبل كده. هحط برضو فيها، انا حطيت فيها لان هي مش وسخة للدرجة، بس برضو صفتها. انا حطيتها وح... وصفيت المية وخرجت بره عشان تملى مية عليها، مية نظيفة. هنا بقى قدام باب الشقة انا حاطة جزمتين. دي جزمة كده عليها مراية والتانية مقفولة. برضو بجر الجزمات وبعمل تحتهم، مفيش اي حاجة ما عملتش تحتها. والوزارات وبمسح كله، ما بخليش اي حاجة يا جماعة. وهنعمل بقى قدام. خلصت هنا قدام بوز الشقة كله. خلاص كده هخلص وهخرج بقى اعمل البلكونة معاكم. اهم حاجة برضو نعمل البلكونة عشان نفرش السجادة على نظافة، ما نفرشوش على التراب اللي في البلكونة. بلكونة مطربة خالص من اول رمضان ما عملتهاش. هنا حطيت بقى كل السجاد، خلصت الحافظة شطفتها كويس، وحطيتهم يصفوا بقى قبل ما نعمل البلكونة. انا كنت غاسلة برضو اللحاف ده، لحاف فايبر. وبنغسل البطاطين بقى خلاص، الصيف دخل. وهشيل برضو الكراسي من البلكونة هغسلهم متطربين. دي بدل ما ننفض يا جماعة والتراب يخش في صدرنا وكده، لا نغسل الحاجة احسن، وبتلمع وفي نفس الوقت تراب. وقوف التراب يعني على الحاجة كتير بيغير لونها وبيغير شكلها خالص. لما بتغسلي الحاجة بتنور. عمر بقى حب يساعدني ودخل عايز يغسلهم مكاني. انا خدتهم منه ودعكتهم قوي وحطيتهم على البان يصفوا. وخرجت في البلكونة بقى ننضف بقى البلكونة كويس قوي من اي حاجة، عشان هنغسل السجاد بعد ما يصفي ننشره في البلكونة. معايا هنا بقى فوطة مبلولة كويس. همسح بقى الحديد كله من اي تراب. انا كنت مسحة هنا قبل ما احط اللحاف. هكمل بقى كله همسحه تاني، وهمسح اليمة التانية متمسحتش. وهنفرش بقى السجاد
وزي ما انتوا كنتوا شايفين غسلنا الكراسي والترابيزه كويس قوي، وهغسل السجاده اللي في الارض، وهنمسح البلكونه كويس قوي، ونفرش السجاد كله يبقى على نظافه. دي اهم خطوه، اول تنظيفات العيد لازم تبقى كده. بعد كده بقى هلم بقى زينه رمضان، وهنفرش السجادة، وهنمسح تاني وهنفرش السجادة، وهمسح اي ترابيزات، وهنفرش بقى المفارش وكل حاجة بقى. ان شاء الله هعمل فيديو معاكم. وهنا عمر كان بيهزر كده هو معايا، كان بيشيل لي بقى يجردل ويساعدني. بصراحة عمر عمل تعب معايا، وهيشيل برضو الكراسي والترابيزات دي يخرجها بره، وهنفرش بقى السجادة هيشيله معايا. وهغسل بقى دي يعني سجادة البلكونة، انا على طول فرشاها بتحافظ على البلكونة، وفي نفس الوقت بخرج في اي وقت ما بيبقاش في تراب يعني وكده يعني. خلاص بقى غسلتها وهسيبها تصفي براحتها لاني ملهاش مكان. وهنا فرشنا السجاد وغيرنا مكانه تاني عشان احط الطويلة في الوش كده اللي هي الحافظة. سجادها يعني الشقة بتاعتنا مش سجاد مش كتير يعني، وانا غسلة قبل رمضان برضو شوية، فكده احسن. غسلت بتوع الاوض والسجادة الكبيرة وكان فاضل بس دي والحافظة بس. وخلاص بقى هنشف اي مية فيها، وخلاص هيكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم والروتين بتاعنا عجبكم كده وتجربوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.